تخيل تبقى زي تامر حسني في فيلم مش انا، وايدك تسرق فلوس من حد او تضرب صاحبك بالقلم، او ايدك تبدا تضربك انت شخصيا. مع الاسف يا صديقي ان اللي بقوله ده مش اي كلام ولا حاجه، ده مرض اسمه متلازمه اليد الغريبه، والمرض ده نادر جدا، واللي عنده المرض ده دايما حاسس ان ايده ليها اراده خاصه ومستقله عنه، وانها لا تنتمي ليه، بل بالعكس ممكن تتصارع معاه او مع جسمه بالشكل الاصح. وتحدث المتلازمه ديت للاشخاص اللي بيعانوا في تلف في جزء في المخ اسمه الجسم السفني. ومن اعراض متلازمه اليد الغريبه دي يا صديقي هو انك مش قادر تتحكم فيها. ومش قادر تتحكم فيها هنا مش معنى ان هي مشلوله، لا، انك مش قادر تتحكم فيها بمعنى انك مش قادر تسيطر عليها. يعني هي بتتحرك لا اراديا، يعني ممكن تبقى قاعد في ميتنج مهم جدا وتلاقي ايدك اترفعت وانت مش قادر تنزلها، او ماشي مع صاحبك في امان ومره واحده تلاقي ايدك نزلت على وشه بالقلم. اي حاجه هي حابه تعملها هتعملها عادي، وكأن شخص تاني هو اللي مسؤول عنها وبيحركها، او ان ليها مخ هو اللي متحكم فيها وان انت مالكش سيطره عليها. وده كله هي بتعمله مع الناس اللي حواليك. بس احنا قلنا من شويه انها ممكن تتصارع معاك او مع جسمك. طب ازاي؟ ممكن يا سيدي يبقى انت بتفتح درج بايدك السليمه، فالايد الغريبه دي مش عاجبها الموضوع فتقوم قافلاه، انت تفتح وهي تقفل. او انك تقعد تقفل زراير القميص بتاعك وبعد ما تقفله يطلع الحوار مش على هواه، فتقوم هي فاتحه زراير القميص تاني. وحاجات من دي كتير بقى يا صديقي. في النهايه يا سيدي تم تصوير الحاله المرضيه ديت في افلام عالميه زي فيلم ذا مان ويز الين هاند، والفيلم المصري فيلم مش انا. طب قول لي، بعد ما عرفت المرض الغريب ده ممكن تعمل فيها عيان وتروح تلطش في اصحابك وبس كده؟